هل حرم منتخب المغرب من ركلة جزاء ثالثة؟ الشريف يجيب: تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انتصاره على الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة بنتيجة 40، محققا إنجازا كبيرا في سجل المغرب في البطولات العالمية بعد عرض مميز طوال البطولة. وأعلن الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز عن ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الشوط الأول سجل منها سفيان رحيمي هدفا أول في اللقاء. وقد اعتبر خبير التحكيم جمال الشريف أن قرار الحكم كان سليما بإعلان ركلة جزاء. وقال الحكم الدولي السابق عن العملية: في الدقيقة 27 وصل العزوزي إلى الكرة مبكرا وهي في الهواء، حاول الوصول إليها ولمسها برأس وأسفل قدمه اليمنى بشكل طفيف، حينها واصلت الكرة مسارها، وكانت الأسبقية لسفيان رحيمي بمد قدمه اليمنى لاستقبال الكرة، غير أن مدافع الولايات المتحدة الأمريكية قام بعملية ركل برعونة، إذ غاب عنه الحذر والانتباه الكافي، وركل الساق اليمنى لرحيم من الخلف والأسفل باستخدام وجه قدمه اليمنى، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحا حيث كان قريبا ويملك زاوية رؤية واضحة ما منحه القدرة على اتخاذ قرار صحيح وبثقة لاحتساب ركلة الجزاء. كما طالب سفيان رحيمي بركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني، غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب، وهو قرار دعمه الخبير جمال الشريف الذي قال عن الحالة: في الدقيقة 61 استقبل رحيمي الكرة خارج منطقة الجزاء ملاحقا من المدافع زمريرمان الذي اقترب من مهاجم المغرب أكثر، مما دفع رحيمي إلى محاولة إبعاد الكرة برأس قدمه اليمنى، إذ لامس الكرة ولكنها لم تتحرك بشكل كاف عن المدافع الذي قام بعملية انزلاق، ووصل إلى الكرة بمشط قدمه اليمنى ونجح في إبعادها عن سيطرة لاعب المغرب. وكان الحكم يتابع العملية عن قرب وأمر باستمرار اللعب، وقراره كان صحيحا حيث لا يوجد مخالفة على المدافع الأمريكي. وسجل منتخب المغرب هدفا ثانيا، ولكن الحكم تريث قبل أن يأمر باستمرار اللعب بسبب شكوك في خروج الكرة. وقد شرح جمال الشريف الحالة ليؤكد: في الدقيقة 63 هجوم سريع قاده الزلزولي الذي أعاد الكرة إلى الملعب بقدمه اليسرى قبل أن تغادر بكاملها خط المرمى، إذ كان جزء يلامس خط الملعب، وتقدم لاحقا إلى حدود منطقة الجزاء، ثم مرر كرة عرضية باتجاه أخماشي الذي سجل الهدف الثاني في اللقاء. والهدف كان صحيحا لأن الكرة لم تتجاوز بكاملها خط التماس، وهو ما أكدته لاحقا تقنية الفار، وبالتالي كان قرار الحكم سليما.